انت عارف ان انت لما بتيجي تعمل باور اوف للموبايل بتاعك وتقفله، الموبايل بتاعك مش بيقفل على طول زي ما هو واضح، ده بيعمل حاجات كتيرة جدا قبل ما يقفل والشاشة تسود. كل حاجة بتحصل بترتيب معين، ولو الترتيب ده اتكسر انت ممكن تخسر الداتا بتاعتك كلها. اول حاجة بتحصل لما بتعمل باور اوف للموبايل بتاعك، نظام التشغيل عندك بيبعت رسالة لكل التطبيقات، بيقول لهم يا جدعان خلصوا الدنيا عندكم ولا لسه، انا بقفل وماشي. فكل تطبيق بيحفظ البيانات بسرعة على التخزين، وطبعا التخزين ده مش بيفقد البيانات دي لما التيار بيقطع، لأن البيانات دي محفوظة بإلكترونات جوه الترانزستورات مش محتاجة كهرباء. وده لأن الرام اللي هي الذاكرة العشوائية بتخزن البيانات بتاعتها بالشحن الكهربي، فلما الكهرباء تقطع البيانات بتتمسح. وده طبعا سبب ان ليه اي حاجه انت مشغلها على الموبايل بتاعك لو ما حطيتهاش في التخزين بتاعها ممكن تروح. وبعدين في حاجه اسمها الكيرنل، يعني نواه النظام بتاع التشغيل، وده جزء عميق شويه في النظام، بيبدا ان هو يطفي الخدمات واحده واحده. الواي فاي بينطفي، الشبكه بتتقفل، الاشعارات كمان بتتقفل، زي ما تكون بتطفي انوار الشقه بتاعتك اوضه اوضه قبل ما تنام. وبعدين الشريحه الرئيسيه بتقطع الكهرباء عن كل المكونات واحده واحده ومن غير عشوائيه. وكل ده بياخد من 3 ل 5 ثواني، وكلنا بنقف نفكر هو ليه اتاخر عشان يقفل. هو مش بيتاخر، هو بيشتغل علشان يحمي الداتا بتاعتك، انت بس اللي مستعجل. وبعد بقى ما الجهاز بتاعك يقفل وتحب تشغله تاني وتعمل له باور اون، ما تفضلش ضاغط على زر الباور حتى بعد هو ما يشتغل. سيبه يشوف شغله، الجهاز حاسس بيك على فكره اكتر مما تتخيل.